موجودين عشان نخلص من عشان تبقوا موجودين وشايفين وتتحركوا معانا. فانا مش هنقدر نتعامل مع الفساد غير في الجديد. الجزئيه اللي انت قلتها بتاعت المسلسلات، ما فيش حد يا محمد يعني هيختلف معك، بس لازم تعرف ان الاعلام والكلام ده صناعه. الكلام ده ايه؟ صناعه. طب الدوله قبل كده وانت اصغر من كده بكتير او ما كنتش حتى موجود، كانت غير كده ليه؟ لان كانت الدوله هي اللي بتعمل الصناعه ديت وحاطه جواها مقومات وحاطه جواها عناصر بناء ايجابي، مش بس المكسب. وعشان كده يمكن تلاقي ان يعني التلفزيون المصري اعباءه ضخمه جدا، اعباءه ضخمه جدا ومدينته عاليه قوي، لان هو ما كانش بيهدف للربح بشكل او باخر. الذوق العام ممكن يتغير، ايوه. الكلام ده ممكن يأذي ولادنا وبناتنا، ايوه. الكلام ده ممكن يبقى ليه تأثير ضار على المجتمع، ايوه. طب في حاجه اقدر انا اعملها، ايوه، بحاول. خلي بالك المجالس اللي تم تنظيمها وخرجت، ما تنساش ان ال7 سنين اللي فاتوا دول، ال7 سنين دول 7 سنين ممكن تقول الدنيا فيهم وقفت. الدنيا فيهم في كل حاجه وقفت، وربنا سبحانه وتعالى ما يرجع الموضوع ده ويعين على الارهاب اللي انت كلمت فيه برضه. فبنحاول نستعيد مره تانية نشاطنا في كافه المؤسسات وكافه الاجهزه وكافه المجالس، اللي من ضمنها المجالس بتاعت الاعلام والصحافه، اللي انت هتبقى هي معنيه بان هي تحافظ على الذوق العام اللي انت اتكلمت عنه. يا رب الرساله دي تبقى واصله لكل اللي بيسمعوها. انا ما قلتهاش عشان ما حدش يزعل مني من الاعلاميين ولا من اهل الفن، اللي قالوها شباب مصر او ولاد مصر اللي خايفين على مصر. طب يتبقى مدينه الزقازيق يا محمد، واحنا زي ما انا قلت كده، احنا اي حاجه هتبقى مفيده وتدي نقله وتسعدكم، احنا لا نتردد ان احنا نعملها كلنا، مش هنتردد. وعشان كده بقول هقول لي النهارده بالتنسيق مع وزاره الاسكان، وهو قال ان الموضوع ده فيه تنسيق فيه، ما نعملوش ليه؟ ما دام ممكن نعمله صدقني هنعمله. وانا داعم لكل ما هو يعمل نقله في حياتنا وحياه ابنائنا، سواء هو في القاهره، في اسكندريه، في المحافظات.